أيام حديث البلد أنا والمنسف سواء كان بالمنيح ناس أنا عم بعطي مادة للناس التافهة يمكن اللي ما عندهم مادة دسمة يحكوا فيها علي، فأنا عم بعطيكم مواد تافهة تحكوا فيها وتعطوها. ثانك يو سو ماتش. هذا يدل على نجاحي، هذا يدل على قد ايه انا شوكة بحلق كتير بعض ناس، قد ايه انا وصلت يعني مع كل هالحملات الانتخابية وكل هالشغلات اللي عم تصير شقفة منسف فيديو عمل عمايل. وأيضا بدي أشكركم كتير إنه نسبة المتابعة عندي بالسناب شات رح تسكر 1 مليون، فثانك يو سو ماتش قديش خدمتوني بهيدا الشيء. الشجرة المثمرة تضرب بالحجارة، انتشروا أيها الصراصير. أبو حاتم، وين أبو حاتم؟ أما بالنسبة للصرصور اللي طالع القرون اللي مطلع بيج حملة إيقافي عن جد والله حبيبي ويخي بدك توقفني بس بأي محفل بليز أرجوك بليز قبل التاريخ تخبرني عشان أروح أغير لون أظافري وأكون مرتبة حالي وهيك عشان أعرف إن الحملة يعني تعرف شي كتير أنت مهم. يا حرام. جتني رسائل كثيرة منكم وبعتيلي فيديوهات عن التافهة ما غيرها وشو منزلة وشو حاكي اليوم، وبتحكي إنها هي صنفت إنها أقوى ناشطة على السوشيال ميديا بالأردن، ما شاء الله فاعلة بنت عالم وناس، وبتسولف إن هي طال عمرها مادة دسمة صلنا 5 أيام إيش ملتهين فيها وبنحكي عنها. هاي المادة الدسمة أخت البقرة العجول لما قالت دسمة والله ذكرتني بالجميد يلعن تميسك ولك انت والمنسف تبعك يا دسمة. ومبسوطة التافهة إنها شغلت العالم ال5 أيام الكل بيحكي عنها، ولك الواحد بنبسط يا تافهة لما ينحكي عنه بالخير مش بالعاطل. ما ظلش لا كاتب ولا ناشط بالسوشيال ميديا ولا ضراب الطبل حتى إلا طلع وبهدل صحتك وشل أملك، وبتيجيش بتقولي الشجرة المثمرة تقذف بالحجارة، بالصرامي تقذف مش بالحجارة، انت بالصرامي بتقذف ولك وكله بكفة، وشعراتك هذول اللي ما شاء الله واصلات لخصرك يقرفتينا بهالشعر، حطي لك شعر طبيعي قل ما فيها بدل هالبواريك هاي. فبالله عليك روح شوفي لك كوافير ولا كوافيرة فهمانة عشان ما تبين انها باروكة ولا اكستنشن، صبتي حالك ادفع شوي، مش راح جيك وبطلت تدفعي ادفع. المسكين كنت حارت عليه ليل نهار تصوير مكياج شعر كله طلع ببلاش، قرف الزلمة قال لك حلي عني اطلعي من راسي. بتيجي بتسولفي انه انت ما طلعتي لا على التلفزيون ولا على برنامج بس الناس كلها جايبه سيرتك، ولك مين البرنامج ولا التلفزيون اللي بده يضبك، ولك اذاعه ما بتعطيكي مايكروفون، فانت اخرك تطلعي من ورا شاشه السناب شات، هذه اخرك طال عمرك، ما بتقدر تطلع اكثر من هيك، ما حدا بيستقبلك. ما أنا فعلا انت وصلتي للقمه ما حدا وصل لها قبل، قمه الزباله والمزابل والاكيدر، انت فوق على القمه تبعي، وانت بتحكي انه الناس اعطيتيهم ماده دسمه للتافهين بالبلد اللي يحكي عنك، اللي حكوا عنك مش تافهين ترى اولاد فهمانين، وقبل كنت حكيت عنهم ايجابيا. معاذ العمري بالزمانات نزلتي له فيديو ابن البلد وانت على راسنا والشاب بحبه، شل عرضك بالعقل شل عرضك. دائما الشخصيات الجدليه اللي ما عندها مضمون وفاضيه من جوا بتنشهر لانه ما عندك سالفه، فاضي تشغال فاضيه. هذاك الخول فيفو على الاقل ما فيها بيعمل شويه ميك اب يعني عنده صنعه، انت شو عندك؟ والله ما عندك اشي يا حزينه غير دعايات. لو انت ميسك طول هاليوم من الصبح لحد ما تنام وانت عمليت لي كونتورينج، بعرف الناس بيعملوها الكونتورينج حفله عرس بس مش طول اليوم، يخرب شيطانك. في ناس بيحددوا حواجبهم بيحددوا السكسوكه، اما انت تحدد الخشم والعيون والحواجب واللحيه. وشو بتعملي كمان؟ شو بتعملي؟ كل ما اشوفك اتذكر ابو بريس ذاكريت ابو بريس بالكندره بالرفش ابو فريس، يلا عني ساكت بس. فعلا صدقتي انه انت ماده دسمه واحنا بناخذ منك المضمون الفاضي تبعك ونظلنا نبهدل فيكي، مبسوطه انك تتبهدلي، خلك الله لا يقيمك.
انا لما يفوت واحد عندي على الفيسبوك ويقول لي حواجبك ولا يقول لي سنحك ولا كذا بتضايق، بنقهر، بقعد 3 ايام مش طايق حالي. انت شو وضعك؟ كنتي بتفوت الصبح بتقولي صباح الخير على الفيسبوك، الناس يقول لك الله ياخذك، ولك 40,000 50,000 تعليق كلهم بشلوا فيك شل. والله العظيم صفحتك بالفيسبوك انزلي بسطي فيها بسوق الجمعة، الجمعة هاي راحت، الجمعة الجاية سوق الحرمية وبيعيها لو ببلاش، شوفي أي حدا يشيلها. خلص والله في ناس كثير بحبوا يشتري صفحات على الفيسبوك، غير الاسم وبيعيها. اعتزلي الفيسبوك، خليك على الانستغرام وظلك تشطبي كومنتات من هناك. ترى في ناس كثير والله حيزعلوا لما تشطبيها وتبيعيها للصفحة، لأنه بتسلوا عليك كثير مثل البزر. انت مبسوطة انك انت علكة بلسان الكل بعلك فيكي، وحضرتك بتقول عن حالك ذكية، انه انت كيف عرفتي تخلي السوشيال ميديا تحكي فيكي، خليهم يحكوا عنك بالخير مش بالعاطل يا مقلعطة، بالخير. مش تحكي عن الناس اللي ما بيحبوك صراصير، تحكي على اولاد بلدك صراصير، والله انت اللي صرصور وبدك دعس بالكندرة، فغص فغص. انا بشد على ايده اللي عامل حملة ضدك عشان يقاطعوكي، بس لازم اضيف شغلة، ايش هي؟ كل واحد يشوفك بالشارع تف عليكي، ايش؟ تف عليكي. وقتها شو حيصير؟ حصير تحسبوا 100 حساب قبل لا تطلع على الشارع، وتظلي سيارتك من كثر التف حتغرقي حتغرقي. بتقولي انه صار في عندك 1,000,000 متابعين بسناب شات، بلا كذب، انت الانستغرام اللي عندك 400,000 يا مقلعطة، 1,000,000 بالسناب شات؟ خفي علينا خف. عندك 1,000,000 طال عمرك وبتعمل دعايات لأراجيل، بتعمل دعايات لحفايات، يخرب شيطانك، ولك دعاياتك ابو الشلن، ما هي يا مقلعطة ابو الشلن قال 1,000,000 قال. اعذروني يا جماعة على أحيانا السبسبات والحكي، بس هي فعلا مادة دسمة، ومادة دسمة بتحب الواحد يضله يبهدلها ويقلل قيمتها. زي ما قلت لك حيجي يوم حيصيروا تفوا عليك وانت ماشي. استني اليوم هذا من هالذقن هذا، استني. الهاشتاج جديد شو نسميه؟ اختفوا. ونزلوا صورها للخايسة هاي، اوكي اختفوا. السناب تبعي بحكي فيه بمواضيع هادفة، بس لما تيجي انت بعتبره برضه من المواضيع الهادفة، لانه انت فعلا بتخربي جيل بكامل، الله يمسخك. فيلي تابعتوني جديد والله العظيم انا بحكي سوالف منيحة، بس هاي شو بدي اقول عادك، استنون الاسبوع الجاي بندردش ونصبح على بعض ونمسي على بعض بعيد عن سوالف